لا انا ما بقولش اه. لو المرايه اتكسرت ما بقولش اه. انا مش صاحبك يا باشا، انا مش صاحبك يا باشا. تحب اركن يا باشا، اركن اركن يا حبيبي. من اكبر المشاكل اللي بتقابل قائد المركبات وخصوصا قائد المركبات الملاكي الحديث هو التحرش اللي بيتم بسياراتهم من بعض قائدي السيارات الميكروباصات، وخصوصا طبعا الميكروباصات اللي بتكون متكسره ومش فارقه مع صاحبها من اساس، ما انا كده كده متكسر فمش هكسر في عربيات الناس وابلطج عليهم وارهبهم، واكيد ده امر لا يخفى على اي احد. سبق وكنت دعيتكم ودعيت نفسي قبل كده لمحاوله قزم الغيظ لتلاشى اي نوع من انواع الاحتكاك الخارجي اللي ممكن يتم ما بيني وما بين المركبات الاخرى بسبب يعني ركنه او اي حاجه شبه كده، ولكن كنت الدعوه محصوره عندي على اللي انت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتغليب ثقافه اما بعد، يعني هيحصل ايه لو انا مشيت في المسار دوت. ولكن بعد الموقف دوت لقيت نفسي غلطان، ان المفروض ان اقطع المشكله من قبل وقوعها، بان لما الاقي حد بيرمي عليا اسيبه يعدي وخلاص حتى لو ده حقي 100%، وده افضل قطع لسكه الشيطان والغضب اللي ممكن تكون نهايتها زي نهايه مشكله مدينتي، لان كل المصايب والكوارث بتحصل بعد مرحله الغضب الشديده اللي الانسان ما بيبقاش مدرك هو بيعمل ايه او كان بيقول ايه، لدرجه اللي هو ممكن يأذي نفسه مش يأذي الاخرين وبس. اي انسان في قواه العقليه الطبيعيه مستحيل يتصرف تصرف زي ده، واكيد لو رجع بيه الزمن هيكون ندمان، ولكن ساعتها مش هيفيد الندم. وحابب اكد لكم ولنفسي ان التنازل عن بعض الحقوق مش جبن ولا خوف، هي اكتر حاجه بتدل على الشطاره والمفهوميه. لو انت بتسوق بالشكل دوت فاكيد انت صح. كمل شير بقى على كل جروبات، ربنا يستر طريقكم. سلام.